سموها الجنة الموعودة لأن كان التنيس ملتقى لثلاث فروع من النيل. النيل كان فيه 7 فروع، كانت منطقة التنيس ملتقى لثلاث فروع النيل. فرع البلوزي وكان بيصب في منطقة بلوزة الحالية، والفرع التنيسي اللي كان بيمر من وسط مدينة تنيس أو عمارة تنيس أو مملكة تنيس أو امبراطورية تنيس اللي عاملها رمسيس لما كان اسمها بر أموس. الفرع الثالث اللي هو فرع المنديسي، وده كان بيمر من غرب المدينة وبيتجه إلى منطقة الديبة حاليا في بورسعيد وقريب من منطقة شطر. فكانت المياه هي أسس الحضارة الفرعونية الكبيرة اللي اتبنى عليها، زي ما بيقولوا إن مصر هبة النيل والنيل هبة مصر وهبة المصريين أيضا. فكانت في منطقة تنيس حكاية الأرض الموعودة أو المملكة الموعودة أو الجنة الموعودة، وده كان صراع ما بين القوى المصرية القديمة وبين القوى الخارجية اللي بتحاول تغزو المدينة. والقصة إن شاء الله تبقى منشور قريب، وأنا أوعدكم إن أنا أديكم نسخة من الكتاب اللي حوالين مملكة تنيس. ولكن تنيس التاريخية كانت إمارة قوية جدا، وكانت مؤسسة اقتصادية في زمن الفراعنة، ويزعم ان هي تقترب كثيرا من مدينة رمسيس الثاني اللي هي بر رعمسيس، اللي هي أرض رمسيس أو مدينة رمسيس القديمة، اللي اتخذ منها اسم الفرمة حاليا، اللي كان بر رمسيس بقت برمة على يد إخواننا الأقباط، وبعدين بقت فرمة، شالوا البه وحطوا فيه زي كلمة فرعون، هي أصلها بر عون أو بر عون، فشالوا البه بتاع بر وحطوا مكانها الفه. عاوز أنهي تنيس العربية لما كانت إمارة مصرية مستقلة في حكم ابن طالون، أحمد بن طولون، وكان بيحكمها إمارة تنيس أمير اسمه الأمير عبد العزيز الجروي. وعيلة الجروي لا زال لها جذور متشعبة في مدينة المطرية وبعضهم في مدينة بورسعيد قلائل. كانت إمارة بتدي خراج لأحمد بن طولون عن طريق أحمد بن المنذر وزير ماليته، كانوا بيسموه جاب أيامها، تصل إلى 3 ميزانية مصر، لأنها كانت بتصنع أفخر ثياب في العالم. الثياب ده ما بيلبسوش إلا القياصرة والأباطرة والملوك والأمراء وكل علية القوم. كان في الملابس دي عبارة عن القطعة الواحدة فيها وقيتين من الحرير الأز، وبقية اللبس من خيوط الذهب وقماش عجيب اسمه البوغ قلمون. الملابس دي كانت بتاخد 5 ألوان في اليوم، اليوم بالنهار والظهر مع وقت الصلاة والعصر والمغرب والعشاء تتغير ألوانها. وفي قطعة موجودة منها يا رب ما كنتش راحت، كانت في المتحف بتاع بغداد في العراق. كان لها 1000 سفينة تنيس، 1000 سفينة على ساحل البحر تجارية، لها تعاملات تجارية مع العالم كله، بيصل لغاية ما بعد قبرص بلاد الإغريق وإسبانيا، واللي هي غرب البحر الأبيض المتوسط. ويقال إن في رحلات طلعت وصلت لأمريكا الشمالية اللي هي عند منطقة اللي هي منطقة المكسيك. تنيس بحضارتها العظيمة كانت ركن من الأركان الاقتصادية والتجارية والثقافية. مدينة تنيس خرج منها سعيد بن عبد الله التنيسي، وده أستاذ الإمام البخاري في الفقه. وكان فيها محمود التنيسي، وده كان من أشهر شعراء المرحلة دي. فمدينة تنيس اللي هي حاليا عبارة عن أطلال مش موجود منها إلا خزانات، لكن فيها منزل محمود السروي عليه رخامة موجودة. أنا رحت شفت المكان حوالي 20 سنة تقريبا، وشفت الرخامة اللي مكتوب عليها منزل الأمير عبد العزيز الجروي، وتحت منها مجموعة من الخزانات
لأن هي كانت بتخزن مية فيها المية، مياه الشرب موجودة طوال السنة، ومياه الزراعة أيضا رغم أيام الجفاف موجودة طول السنة. وكان في بعض النوادر عنها في أيام أحمد بن طولون، عن طريق أحمد بن المنذر، كان يخش المدينة فيسلم على واحد يقول له ازيك يا سيدي الأمير، فيكتشف ان هو راجل عادي. قابل الثاني يفكره الأمير. هو حس ان المدينة كلها أمراء، ولكن ده الثراء اللي كان موجود في البلد كان لا يختلف ملابس الأمير عن ملابس أي واحد من أبناء المدينة.